هاي، ده وقت الجلو اب او وقت تدمير الشعر. اللي حصل دلوقتي ان انا ده كان شكل شعري، هحاول اجيب لكم صوره مقربه ليه او كانت قريبه لشكله القديم، لان انا بعد ما سجلت الفيديو ما لقيتوش موجود على التليفون، فشكل شعري القديم مش موجود. المهم ان انا كنت عايزه اغيره وافتح الخوصه اللي من قدام دي، اعملها اصفر واقص فيه شويه كده عشان اقصره حبه، وده اللي انا عملته. انا فتحت اللون قوي زي ما احنا شايفين كده، فيلا بينا نعالجه ويلا بينا بقى نجلو. دلوقتي انا هنا بحضر الصبغه علشان اغمق الجذور او الجزء اللي من فوق ده، عشان حاسه انه تو ماتش بالنسبه لي. وهنا بقسم الشعر، بربط الجزء اللي من قدام دوت او بقسمه تقسيمه يعني على حسب اللي انا عايزه اعمله، علشان انا عايزه اسيب اللي من قدام ده فاتح. وهستعمل عليه صبغه بتاعه باليت بردك فاتحه علشان احافظ على لون التشقير اللي انا عملته. ومن فوق بقى هغمقه بالاسود بردك تبع باليت علشان اقفل اللون دوت كده ويبقى شبه الصور اللي انا كنت منزلها من الاول. وهنا ما كانش فيه ورق ألمونيوم، فالجيش قالك اتصرف، فاستعملت اكياس وربطت عليهم بالتوك علشان يبعد بعيد عن بقيه الشعر وما يلونش عليه. وسبت بس الكام شعريه دولت بردك احط عليهم نفس اللون اللي هحطه من قدام علشان يبقى فيه زي شعرات كده في النص من قدام. طبعا انا قعدت اخترع في شعري وقتها علشان انا اتوترت لما اللون لقط بسرعه قوي، فهتلاقوا في شعر كده كتير متلون عشان انا قعدت اخترع يعني. فانصحكم ما تعملوش طبعا كده، وما تحاولوش تجربوا حاجه زي كده، بالذات لو شعركم ناعم قوي او فتله شعركم ضعيفه شويه. وده الشكل النهائي بعد ما غسلته وبعد ما غمقت الجزء اللي من النص دوت وغمقت اللي انا عايزه اغمقه. دلوقتي بقى وقت الترطيب علشان هو نشف قوي طبعا مطرح ما انا شقرت وسبخت وكده وهقص الطروف، فهستعمل البلسم بتاع لوريال طبعا بعد ما غسلت بالشامبو برضو. هنا بقى بحطه على الطروف علشان اطريها، طبعا مش بنحط حاجه على الجذور. ودلوقتي هسيبه شويه وبعدين هروح اشطفه. دلوقتي بقى انا غسلت شعري من حمام البلسم، وهحط حمام الكريم ده في شعري تاني وهرف. اكيد يعني مش بعد كل المرار ده مش بعد كل الحوارات دي كلها هستعمل حرارة، مع ان ما جاتش عليها وضيبة اصلا. يعني شعري متعود على الدوامة، بحس ان هي ايه صحية اكتر يعني اغلب الوقت، فهضيف شعري دوامة. ودلوقتي وقت حمام الكريم، هحط بقى حمام الكريم وبرضك هسيبه شوية على شعري علشان يترطب كده شوية، لان طبعا حوار الصبغة ده بينشف الشعر حبة. ودلوقتي وقت ان احنا نقص الطروف. انا طبعا مش هقعد اخترع في شعري، لان انا الاول كنت هقصه اصلا هرجعه نفس القصة تاني، وبعدين رجعت في كلامي لما حسيت ان هو بدأ يطول وكده، ان احنا كده كده في الحر، فاحتاج ان انا اربطه اكتر من ان انا اسيبه. فهقصقص بس من الطروف علشان بس اللي نشف مطرح الصبغة. وبقص بطريقه كده بسويه، بس يعني بقص منه حبه على اساس بس ان هو ايه يقصر شويه، علشان القصه اليومين اللي فاتوا طولت قوي فكانت تنزل على وشي اغلب الوقت، وفي نفس الوقت ما كانتش القصه مظبوطه. فانا هنا بقص بس القصه بظبطها وقصيت الجوانب شويه. ودلوقتي بقى وقت ان احنا نلفه دوامه. انا هلفه دوامه دلوقتي وبعدين هلفه على سوست، ووقت ما ينشف ان شاء الله هنكمل باقي الفيديو. طبعا هتستغربوا ان انا بلف شعري قصير كده، بس عادي جدا زي ما انتم شايفين كده. بحط له دبوسين من هنا ودبوسين من هنا ودبوسين من ورا يثبتوه، وبعدين خلاص بربط عليه الطرحه. فدلوقتي خلصت وهقوم بقى اربطه بطرحه واسيبه لحد ما ينشف. 24 hours later. هاي، ده تاني يوم بعد بقى ايه ما لفته دوامه ونشف، وبعدين عملت سوست زي ما احنا شايفين كده. والنهارده يوم هوريكم فيه شعري ويوم السكين كير. عامله شنبي وحواجبي اليومين اللي فاتوا فمش هعملهم، فغسلت وشي بالغسول بتاع ستارفل عشان بقى ايه اعمل ماسك. بس الاول ايه هنفك شعري عشان نشوف ايه الدنيا. طبعا انا ما عنديش سوست وشعري قصير، فبحب ان انا بقى ايه اعمل سوست بالكرتون على اساس ان هي ايه اعاده تدوير، وفي نفس الوقت بقى ايه علشان اعمل المقاس زي ما انا عايزه، يعني عشان شعري طويل وقصير وكده. فالحقيقه زي ما دي في الخلاط. طبعا لما قصيت انا قصيت الوجه علشان انا كنت حاسه ان هي قصفت، كنت عايزه اقصر القصه شويه. بس طبعا القصه نفسها اكيد عايزه تتظبط، بس انا ناويه اطول شعري وهو بدأ يتربط، فعشان كده هتحسوا ان شكله غريب شويه من ورا، بس الشكل العام حلو يعني. دي القصه. ده بقى من هنا بعد ما سويته وسبت كام فصله كده اصفريقه،
وفي شويه خصال كده ورا. بس دي التجربه عموما. بس قعدت يوم ما عملت شعري كنت عماله افكر بالليل ان اليوم يرجع بيا تاني وما اعملش حاجه في شعري، لان اللون طبعا كان فاتح قوي وكان كتير قوي، كان تو ماتش. طبعا شعري هياخد الشكل ده عشان لسه ملفوف سوسن، بس هو شويه وهيفك يعني، بدل ما هو عامل شبه عرايس باربي كده. وده عايز يتظبط شويه بس مش فارقه حاليا. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11. ببالي صراحه انا بهتم بشعري اكتر، فشعري هو اللي بيزودني اكتر. انما دلوقتي بقى يعني مفيش مبيطلعش حاجات كتير، هي حاجات بسيطه قوي، ومفيش غير الرؤوس السودا دي اللي عايزه اشوف لها حوار يعني. فانا استعملت البتاع ده، كنت جايباه على العيد الصغير اللي فات او فلام، اسمه بيور سكين. بيور سكين اصلا حاجاتها حلوه، كنت بستعملها وانا في الثانوي. في حوار السكين كير بقى ان هو مبدئيا بيخلي الواحد يفوق الصبح. يعني انا خلاص عملت السكين كير بتاعي، حسيت ان انا فوق. وقبل ما انام بقى بحس ان انا بردك داخله انام فايقه كده وشكلي امور، عشان الواحد بيبقى وشه جلوي كده وحلو كده مترطب، بحس ان هو ايه، صاحي فايق نايم امور، فالدنيا حلوه. وتاني حاجه انه طبعا قلل لي اثار الحبوب قوي، ما فيش طبعا اثار حبوب. وفي نفس الوقت حتى الحبوب اللي بتطلع طبعا بعالجها على طول وبحط الحاجات على طول، فما فيش حاجه بتقعد في وشي اساسا. وطبعا زي ما قلت قلل الزيوت قوي، مش بيخلي وشي اويلي او مش بيخلي وشي بيلمع جامد، بس في نفس الوقت طري كده ومترطب. فصراحه حاجات السكين كير حلوه يعني. والسكين كير اصلا يعني مش مرتبط بسعر قوي، كل واحد طبعا وتجربته، وكل واحد وشه واللي بيمشي معاه ممكن ما يمشيش مع غيري، واللي يمشي مع غيري ما بيمشيش معاه، وملهاش علاقه بالسعر. فهي محتاجه تجربه. بس الصراحه انا تجربتي في الاول كانت سهله. فانا دلوقتي هستنى البتاع ده ينشف وبعدين بقى هفركه عشان اقشره. وبعدين اشتريت الحاجات دي من بنوته بتبيع حاجات كده اونلاين، وطلعت ساكنه جنبي. سبرايز جابت لي الحاجه. فصراحه ما جربتهمش قبل كده، ما جربتش الماسكات دي، فعايزه اجرب يعني. قلت اجرب ده. في بتاعت تحت العين دي، وفي دي. فهنحط الحاجات دي سوا. بجرب البتاع ده، مستغربه جدا يعني. فتحت الكيس، بس انا كنت فاكره ان البتاع بيصور، طلع مش بيصور. فتحت الكيس لقيت في البتاع دي وفي البتاع دي. انا مش مركبه المايك ومش عارفه اركبه، فدلوقتي عدى ربع ساعه، فكفايه عملنا كده عشان احس ان وشي
فيديو تاني. دلوقتي انا قمت غسلت وشي وجيت، بصراحة مرتحتش لبتاع العيون.